ازيكم شباب، ازيكم بنات، ازيكم اصحابي يا اخواتي، عاملين ايه؟ والله وحشتوني ولكم وحشه. بقالي فوق ال 20 يوم تقريبا ما صورتش او ما نزلتش بسبب ان انا دخلت في شغل جديد، فيعتبر النهارده اجازتي، فقلت استغل الاجازه في اني ارجع لشغل القديم. انزل لكم كمان ان شاء الله فيديو ان شاء الله باستمرار، ممكن كل اسبوع فيديو فيديوهين حسب بقى ما الدنيا تظبط كده ان شاء الله. النهارده ان شاء الله زي ما قلتوا من العنوان هنقارن بين القطار، طبعا دي عملتها من فتره، مقارنه بين القطار المصري والمغربي، والفيديو ما شاء الله ضرب، بس انا شلته عشان بس كان في، هقول لكم مثلا كان في بس شويه مشاكل، وفي ناس برضو زعلت ومش عارف ايه، فما حبيناش برضو عشان ايه ما زعلش حد فرحت شلت. انا تقريبا كان ما شاء الله يعني اعلى فيديو عندي على القناه تقريبا. ان شاء الله هنشوف القطار الجزائري الجديد والقطار المصري الجديد. يعني بص، القطار المصري شبه القطار الجزائري اللي احنا هنشوفه ده بقى له فتره. لا اخواتي الجزائريين يا جماعه وضحوا لي في التعليقات، هل بقى له فتره ولا بقى له مثلا سنه لسه جديد وبتاع، معمول جديد وبتاع، وكان قبلها قطارات قديمه؟ قولوا لي. القطار المصري طبعا التالجو ده جديد لسه، بقى له حوار سنه وبتاع، لسه ما الجوده دي الحمد لله ما بقتش موجوده. يعني عندنا ما شاء الله جوده حلوه في حاجات تانية، الا القطارات مؤخرا بقى في حتى قطار سريع هيبدا شغل الفتره اللي جايه ان شاء الله. فان شاء الله في صفقه قطارات جايه لي، هنشوفها كلنا، نعمل مقارنه ان شاء الله ونشوف مين الاحلى. والاحلى نقول عليه الجزائري، ما يقولش عشان الجزائري قطار جزائري هو القطار الجزائري، والمصري كذلك ما يقولش القطار المصري. نتكلم بكل موضوعيه بكل حساسيه، نقول هي المميزات هنا والمميزات هنا والعيوب هنا والعيوب هنا. ان شاء الله نشوف مع بعض. اول فيديو للقطار الجزائري ده واحد مصري يعني فلوجر بيروح كل بلاد بيصور فيها، راح الجزائر وصور في القطار، فده تبقى تجربه حلوه زي الفيديو بتاع القطار المغربي بالظبط. كان مصري برضه عايش هناك في المغرب، كان يوتيوبر مصري برضه بيوثق حاجات هناك، فبرضه صور لي، فدي حلوه عشان برضه اللهجه ابقى انا فاهم، يعني مصري ابقى فاهمينه، حتى الجزائري او المغربي يبقى فاهمني برضه. نخش القطار المصري الاول ماشي. قبل ما نبدا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا في التعليقات تحت، لمس عليكم. اخيرا صح، ندعي لفلسطين وغزه. الشغل الجديد ده نساني خالص، مش نساني، ما بقتش قادر، باجي من الشغل حرفيا بقعد شويه انام، ما بقتش زي الاول مثلا. فنادي لاخواتنا في فلسطين والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. فيديو النهارده هنجرب قطر التالجو، اسرع قطر من القاهره لاسكندريه. يلا بينا نشوف الدرجه الاولى عامله ازاي والقطر من جوه عامل ازاي. يلا بينا. اتحركنا من محطة القطر بتاعة رمسيس، وكنت حاجز التذكرة بتاعتي درجة أولى أونلاين. دي محطة رمسيس يا جماعة، دي يعتبر أهم وأكبر محطة في مصر اللي هي في القاهرة. هي المحطة الصراحة من بره ومن جوه فظيعة، إنما عند الأرصفة شكل أوحش بكتير، إنما من جوه الصراحة فظيعة زي ما أنتم شايفين. اتحركنا من محطة القطر بتاعة رمسيس بكل حيادية أهو، عشان بس إيه نتكلم بكل موضوعية في كل حاجة محدش يزعل، بس كده. كنت حاجز التذكرة بتاعتي درجة أولى أونلاين، فما احتجتش خالص إني أقف في طوابير هناك، غير إن أصلا ساعات التذكرة كمان ما بتبقاش موجودة. فالأحسن طبعا إن أنتوا تحجزوا أونلاين. لو عايزيني أكتب لكم الموقع في الوصف تحت قولوا لي في الكومنتات. المهم يعني دخلنا القطر، والقطر بجد من جوه كان تحفة، تحسوا فعلا إن أنتوا دخلتوا طيارة، وأنا فعلا مش ببالغ. ولكن طبعا من الشركات اللي شايفينها دي يا جماعه الفيديو ده قديم، فعشان حاجات المقاطعه ممكن تلاقيها موجوده، فالفيديو ده قديم. كان كل حاجة فعلا كانت نظيفة جدا، والتنظيم والإدارة جوه القطر فعلا كانوا باينين. الكراسي نفسها كانت مريحة جدا، وكل كرسي قدامه تلفزيون وليه الشاحن بتاعه، وكمان بيبقى فيه نور جنب الكرسي علشان لو عايزين تقروا حاجة واخدين القطر ده مثلا بالليل. وفي أماكن واسعة كتيرة قوي إن انتوا تحطوا الشنط بتاعتكم، فمش بيبقى فيه زحمة، والدنيا فعلا بتبقى منظمة جدا. قعدت شوية في القطر بستمتع بالمناظر بتاعة الطبيعة، وبعد كده جوعت شوية فقررت أجيب الفطار. الصبح شويه الصراحه، ده من الساعه 8 الصبح، فقلنا بقى نجرب ايه الفطار علشان مش هنلحق نجرب الغدا. ف دلوقتي بيبقى فطار. فالفطار عبارة عن ايه بقى؟ جبنة مطبوخة دي، في جبنة لافاشكري، واحد مربى. شايفين يا عم الفطار يا عم؟ لا الصراحه شغل، يعني انا الصراحه القطر ده مش متعودين اللي في مصر الجوده دي. مثلا حاجه كده في مقربه الطياره مثلا كده، شكل الطياره من جوه مش شكل الطياره، نظافه وصيانه واهتمام زي الطيارات بالظبط. فما شاء الله نظافه والاهتمام عالي. هو جديد طبعا، بعد فتره اكيد محتاج له صيانه، فعشان نتكلم موضوعيه بس ان شاء الله باذن الله يتحافظ عليه، عشان احنا لازم احنا اللي نحافظ على حاجاتنا يا جماعه. ده انتاج النهارده، ده لسه طالع من الفرن على هنا بالظبط. نفتح العيش بقى. تصدقوا كانوا جايبين سكينه؟ السكينه افتح هنا، هنفتح. طب ده الفطار الصراحه شغل عالي، ودي شاشات الافلام يا جماعه. هو في اغنيه واحده هنا دون ستارت ناو، مش عارف بقى، اكيد طبعا مش هيطلع صوت. ده بيطلع صوت ولا لا؟ ما بيطلعش صوت، لحد تاني موبايله رن. لازم احط السماعه هنا. مفيش حاجه قوي تتعمل على الشاشه دي، فهنقفلها. باي باي. حقيقي القطر
والله انا مش ببالغ، الايكونومي سيت في الطياره اوحش من كده بكتير. نشرب بقى الشاي بتاعنا ونستمتع بقى بالرايد الجميله اللي احنا فيها دي. عايز اخش استكشف الصراحه باقي القطر، الحمام بتاعه عامل ازاي وبتاع. خليكم معايا يا جماعه، انا فارد رجلي على الاخر وانا مش طويل كده كده، بس يعني عمري ما بيتاح لي الفرصه ان انا افرد رجلي على الاخر يعني في اي حته. خصوصا طبعا لو طياره، بس احنا مش في طياره، احنا في قطر. ده كده القطوره طبعا الاماكن بتاعتها بتبقى اوسع، بس القطر ده بجد تحفه. احنا دلوقتي يا جماعه جوه الحمام بتاع القطر، يعني تحفه بجد بجد تحفه، يخرب بيت النظافه بجد. يعني بينضفوه قبل ما اي حد يخش، يعني الحمام ده اتنضف لي. بصوا يا جماعه الارض نفسها اتمسحت قبل اي حد ما يخش. تواليت بجد نظيف جدا جدا جدا. هل بعد سنه ما اخش القطر يبقى نفس الحاجات؟ اعتقد لان القطر هو متوسع عليه جامد يعني. فما شاء الله القطارات يعني بص هنخلص ده بس نكمل ده كده واوريكم على اللي فات. ده الحمام الصراحه الشغل. مناديل، وفي هنا اكياس للقعده يا جماعه. الزباله هنا ونشد السيفون من هنا كده تمام. بصراحه بجد انا ما شفتش نظافه كده في اي قطر في مصر. القطر ده بجد تحفه تحفه تحفه. اتمنى يا جماعه نحافظ عليه تاني. القطر ده بجد جميل بالمنظر اللي هو عليه ده. طيب احنا فاضل نص ساعه ونوصل تقريبا، وكل ده قاعدين ورا بعض ومش عارفين ان الكرسي ده بيتلف. فقال لنا في اخر نص ساعه ان الكرسي بيتلف، فدي اللحظه التاريخيه اللي هنوثق فيها ثانيه. يا خبر يا خبر من اخر نص ساعه نعرف المعلومه دي. يلا الحمد لله. اتفضل يا باشا. ادينا خلصنا شفنا القطار المصري الصراحه التلجو جامد 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 ما شاء الله. كان في قطار كده كان ده تقريبا يعني ده القطار يعني تخيل لو ما كانش فيه التلج كنت هعمل رياكت عليه. بص على ده يا جدعان، الدهن في العتاقه يا صاحبي. كان ده يعتبر القطار، كان ده في الغالب هو الجرار اللي هو في اول حاجه. بقى العربيه بتبقى حلوه، مؤخرا بقت الحاجات دي تتجدد وتتغير وكده يعني. خلصنا القطار المصري، نخش على القطار الجزائري ويلا نبدا. القطر اتأخر دقيقة بس. شكرا. مصري مصري مصري. فيديو جديد. هنتحرك من العاصمة الجزائر رايحين على وهران. نتحرك من الفندق اللي بدأت فيه رحلتي كلها واللي بدأت فيه تجربتي في الجزائر. الناس الكرام اللي قاعدين هنا بقالهم أسبوع. المهم دلوقتي على القطار عشان نجرب تجربة القطار اللي متحمس لها جدا. كل بلد جديدة بزورها ببقى نفسي اروح واشوف القطار. بحس ان القطار بيديني فكرة اكتر عن البلد، السفر بالطريقة بتاعت اهل البلد. فيلا بينا على محطة القطار ونتحرك على تاني اكبر مدينة في الجزائر وهي مدينة وهران. جايين نحجز تذكرة القطار، مش عارفين هيكون في مكان ولا لا، لان القطار لازم نحجزه قبليه بيوم. ودلوقتي الوقت اتاخر والقطار بس برضه المحطة تحفة برضه زي محطة مصر الصراحة في رمسيس. هنشوف على الرصيف هتبقى عاملة ازاي، ان الرصيف ده بيبقى مرعب يا جدعان والله. بكره الساعة 8 الصبح. خلينا نخش ونشوف. هذا شحال؟ 170. حجزنا بكره 1700 فيرست كلاس. كنت خلاص مريقلة. شكرا. عشان نطلع على القطر بكره الجمعه كان لازم نيجي قبليه بيوم. المحطه هنا في نص البلد عادي. اخدنا تيكت درجه اولى. مفيش اي توقعات لقطر الدرجه الاولى في الجزائر عامل ازاي. هنشوفه ونحكم بنفسنا. انا ما اعرفش، هنشوف ونحكم سوا في الفيديو بكره الساعه 8 الصبح. والله يا جماعة حتى الطريق للقطر فظيع ما شاء الله. محطة الأغا هي اللي جيت فيها من المطار على وسط البلد. ماشي.
المحطة صغيرة شوية ولكن في كافيتيريا، في هنا التذاكر وفي هناك سوبر ماركت. كافيتيريا اهي، نحاول نجيب حاجة نفطر بسرعة أو حتى إزازة مية للطريق. أيوة أحمد حبيبي حبيبي ورا بالقاسم ورا بقاسم في الأوتيل. نو مصري مصري مصري. عجبتني طبعا. مش عاجبك؟ جميلة ناسها وشعبها. رحت تيبازا. رحت تيفازا. هو القطر زي ما قلت لكم برضه جميل وتحفه وبتاع، بس رصيف شبه عندنا شويه، بس ممكن على اهدى شويه، اروق، مفيش زحمه زي عندنا. في اماكن الكنب دي شكلها احلى شويه، مقربه يعني. بركب القطر دلوقتي، الكرسي بتاعي محجوز الدرجة الأولى. الدرجة الأولى $7. انتوا متخيلين القطار $7 لمدة 5 ساعات، مسافة طويلة 500 كيلو، يعني قد مشوار اسكندرية مرتين، وسعره تقريبا 300 جنيه مصري. دي الدرجة الأولى. ده الكرسي بتاعي وده المكان، كل واحد ليه مكان جنبه عشان يحط الشنطة الخاصة بتاعته، وفوق الشنطة الكبيرة عشان كل حاجة تبقى جنبك وسكيورتي يعني. في باسكت هنا، في كهرباء، نضيف جدا الصراحة. اول حاجه فيه ان هو واسع الصراحه، دي الفرق بينه وبين القطر المصري، اوسع. وحته البتاع اللي جنبه دي انا بحسب هو حد بيقعد ورجليه قدامه تقريبا بيفردها، بس تقريبا لا، هو زي ما قال الحاجه دي بتبقى جنبك انت، اخرك كرسي والحته اللي جنبك دي. طبعا الفيرست كلاس يا جماعه درجه اولى، حاجه محترمه طبعا. نضيف برضو ما شاء الله زي القطر المصري، بس هي الميزه هنا ان هو اوسع شويه. مش عارف بقى اللي حجز في القطر المصري كان درجه تانية ولا اولى، بس اعتقد اتنين جامدين. بس في نقطه برضو ان هو مفيش شاشه قدامه، فدي اعتقد ده يعتبر دي اول عيب، مش زي القطر المصري في الشاشه قدامك بتسليك تتفرج على افلام وبتاع مثلا. بس دي الميزه والعيب لحد دلوقتي. على السعر رهيب، التكييف شغال كويس قوي، الدرجة الأولى. ما يتحرك هنبدأ نشوف الحمام، الأكل، الكافيتيريا، في إيه يتعمل في القطار، لأن عندنا هنا 5 ساعات مش قليلين. بس فهنشوف هيتحرك في ميعاد ولا لا. دي من الحاجات اللي بتميز القطارات عامة، لو في ميعادها، لأن القطر زي الطيارة لما تتأخر ممكن تتأخر على ميعادك يضيع عليك شغل أو حاجة. الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ترحب 8 و3 دقايق، اوريدي متحركين من دقيقة تقريبا، فالقطر اتأخر دقيقة بالظبط على الطريق. اتحركنا، وفي حاجة عشان السكيورتي والسيفتي في القطار. بصوا في بالمناسبه يا جماعه، قطر اتاخر دقيقه دي حاجه يعني اقسم بالله قمه الجمدان، عادي يعني، ده انت كده في ميعادك. مش انا عايز اجرب يا جماعه التلج ده عشان اقول لكم انا تجربتي الشخصيه، ممكن والله اصور فيديو، بس لو هركبه هبقى اصور ان شاء الله. بس انا عشان تجربتي مع القطارات العاديه اللي انا وريتها لكم من شويه دي، اللي هي التعبانه خالص. في كاميرات في كل حته، دي كاميرا ودي، وفي كاميرات في الممرات كلها. على سبيل المثال هنا في كمان باسكت زباله ريسايكلينج، يعني نوعين، تحس فيه شياكه. الدنيا نظيفه جدا في القطر، يعني لو بصيت حواليك VIP زي ما نقول، يعني على ان القطر يبقى $7 ويبقى بالنظافه دي ومظبوط في مواعيده ومظبوط في كل حاجه، سعر خرافي. قهوه كمان؟ اوكي شكرا. التيكت اللي $7 دوك ميه وشاي، ده غير الكافيتيريا يعني. شكرا. ويلا، ومن القطر ميه وشاي، ومن الناس الطيبه اللي قاعده جنبنا جاتو بقلاوه. حلوه قوي. طريق حاجات جميله يا جماعه، المواقف دي لذيذه قوي. كله جبال خضراء وخضار والشجر، طريق جميل جدا. نروح بقى في القطر شويه، نروح نشوف الحمام، ونروح نشوف الدرجه الثانيه عامله ازاي، نشوف الدرجه الاولى الكافيتيريا، يعني نعمل جوله سريعه. لا احكام الحق، الميزه اللي عندنا ان هو الشاشات اللي قدامك دي الصراحه بتدي متعه، وبدل ما مثلا تحس بملل او زهق، فنقطه الشاشات الصراحه اللي في كرسي قدامك بتبقى نقطه حلوه. فدي اديها نقطه للقطار المصري. القطار اللي من الجزائر زي ما قلت لك بيميز ان هو
واسع ما شاء الله، واسع، دي حاجه حلوه قوي، واسع مش زحمه، حته مش زحمه، لا هو واسع، مش ان هو مفيش ناس، لا في ناس بس في واسع، في براح كده فاهمني، عكس القطار المصري مثلا ضيق. فدي الميزه والعيب ودي الميزه والعيب، اعتقد في تكافؤ الى حد. الفرق ما بين الدرجه الاولى والدرجه الثانيه ان هنا قماش وكرسيين مش كرسي واحد، التاني هناك جلد، يعني اصغر شويه بس مفيش فرق، في الاخر القعده مريحه وجميله. حمام كويس مش وحش، مش احسن حاجه الصراحه، بس نفسه زي حمام الطياره، فمفيش اي فرق. في هنا حوض، خلينا نشوف بقى. الهواء شغال، الهواء شغال، بتسخن اهي، الميه شغاله، ولا ده صابون ميه اهي، كلها سنسورز. فاضل هنا الصابون وادي المناديل. اوب. فتجربة الحمام يمكن عشان القطر بقاله 3 ساعات فالناس استخدمته فما بقاش انضف حاجة، ولكن بعد 3 ساعات فكويس جدا. وكخدمة في تنشيف، في ميه، في صابون، وفي المناديل. فانت مش شفنا وقارنا الصراحه، وانا اقول لكم رايي بصراحه. قطارين حلوين نضاف جمال. الميزه في القطار الجزائري ان هو اوسع، العيب هنا في القطار المصري ان هو اضيق. الميزه في القطار المصري ان فيه شاشات فدي بتسليك، العيب في القطار الجزائري انه ما فيهوش شاشات. الميزه برضو التانية في القطار المصري ان الحمام ممكن يبقى انضف شويه. العيب في القطار الجزائري نظيف بس مش نفس النظافه، احنا بنقارن. الميزه في القطار الجزائري ان الرصيف احلى، عكس العيب في القطار المصري ان الرصيف اللي هو على القطار اسوأ شويه، زحمه، والمقاعد او الكنبه اللي احنا بنقعد عليها بتبقى انشف ورخام كده، فمش مريحه اكتر حاجه. بس ففي هنا يعتبر تكافؤ، ميزتين وعيب، ميزتين وعيب. فبس كده اعتقد ان انا قلت بكل حياديه بقى، اللي بيتفرج بقى يقول بقى برضه بكل حياديه انا احسن القطار المصري ولا القطار الجزائري. انا الصراحه شايف ان في تكافؤ، يعني الصراحه عشان ما نجيش على حد لحد، عشان برضه انا من مصري وبتاع فشهادتي تبقى مجروحه، فانا شايف ان في تكافؤ برضه زي ما انا قلت. بس كده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي برضه تحت التعليقات انهي قطار عجبكم، ولو عايزين مثلا افكار معينه قولوا لي تحت في التعليقات. انا هخش ان شاء الله باذن الله كل يومين 3 كده فيديو ان شاء الله باذن الله، نرجع للفورمه ونقارن. والمغرب برضه ترجع معانا، ممكن ندخل تونس زي ما انتم عايزين، قولوا تحت في التعليقات وبس. وزي ما قلت لكم اخر الفيديو ان شاء الله ما تنسوش تدعوا لفلسطين وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس تكتبوا رايكم في التعليقات تحت. احنا مسا عليكم، سلام. with